السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم حلوه ديال دواز اتاي بلا بيض بلا طابع، سهله كتجي روعه البنات. الطريقه ديالها جد سهله ومبسطه، وحتى الناس اللي كتبغي الحلوه تكون في الدار وتكون اقتصاديه وسهله انا جبتها لك. ان شاء الله اتمنى تعجبك. شاهدي الفيديو حتى الاخير وتشوفي المقادير ديالها. بالنسبه للمقادير عندي هنايا انا نص رابعه ديال الزبده اللي هي 125 غرام، عندي ساشي ديال فانيليا وساشي ديال الخميره اللي هي 8 غرام، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الماء الزهر، عندي هنا نص رابعه اللي هي 125 غرام ديال الكوك، وغنحتاج الطحين. دائما اول حاجه كنبداو بالزبده مع السنيده. كيف ما شفتوا البنات المقادير بسيطه. هنايا انا درت غير نص، اللي كيبغي المقادير كثيره غيدير يضاعف المقادير يعني دوبلهم. وكتخرج تقريبا اللي درت انايا ديال نص رابعه كتخرج 50 حبه. الا درتي رابعه كامله راه كتخرج 100 حبه، يعني راه تتخرج تبارك الله. دائما غندير السنيده مع الزبده حتى ينسجموا. كنضيف الزيت، كنخدمو مزيان حتى داك السكر تيذوب. كنضيف دابا نص كاس ديال الماء الزهر، حتى كينسجموا. كيف ما شفتوا عاد كنبدا نضيف النواشف. بالنسبه للكوك من الاحسن تختاروا داك الكوك اللي كيكون ميدم، وإلا كان غليظ بزاف ديروا ليه واحد الطحنه خفيفه. الا كان كيكون رقيق معليش خليوه بحال هكاك. حيت الا كان ناشف ما غيهزش شويه كيهز الطحين، ما كيهزش الطحين عفوا. ولا كان ميدم تيهز تقريبا نص كيلو ديال الطحين. هنايا كنبقى نضيف دائما الحاجه اللي كتكون فيها الكوك ضيفو بشويه بشويه، حيت الكوك كما قلت لكم راه كاين اللي كيشرب الطحين وكاين اللي لا. كنبقى بشويه بشويه دائما باش كتعرفوا العجينه بان يعني الطحين ديالها كافي. في الاول راه كتشوفوا كتكون كتلصق في اليد وحتى في القصريه. وملي ما كيبقاش يتلصق في اليد عرفوها راه مزيانه. يعني هنايا كتبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه بحال كتضيفوا معلقه بمعلقه، وانتم كتجمعوا. يعني ملي غتجمع هي بوحدها غتولي تمشي وتجي وما كاينه لا تفرتيت لا والو، ما كتلصقش في اليد عرفوها راه مزيانه. هذه بالنسبه للمبتدئات. هنايا كيف ما شفتوا راه كنبقى نضيف غير على حساب معلقه تقريبا. هنايا راه نص كيلو ديال الطحين غادي يبقى منا وقت تقريبا واحد نص كاس. وحيت الكوك عندي ناشف يعني ما مزيتش يعني ما ميدمش. الا كان ميدم راه تقريبا تهزها كامله. هنايا كما شفتوا بقى واحد نص كاس ديال الطحين، يعني ما كاملاش نص كيلو. هنايا غادي ناخد كويرات كيف ما تشوفوا، وغادي نجيب واحد الفرشيط هو باش غادي نزينها. هنايا كندير طاوه كامله كيف ما تقدروا انكم تخدموا بوحده بوحده، يعني تخدموا تكوروها وتخدموها بالفرشيط في يديكم من الاحسن. كيكون باقا كتبقى ميدمه في يديك. يعني الا درتيهم كاملين راه تينشفوا. ديري هاد الطريقه، اما تخدميها بيدك ولا تخدميها في الطاوه. انا كنفضل انها غير تكوريها وتخدميها بيديك، كتكون باقا ميدمه في اليد. كتدخلوها الفران تتحمر من التحت مزيان حتى كتاخذ داك اللون الذهبي، وتخليوها حتى كتبرد تماما. يعني كتبرد مزيان. عاده كنديروها في سكر ثقيل، كنمرمدها مزيان في سكر كلاصي. كاين اللي ما تيبغي السكر بزاف ديروها في الطاوه، تقدروا ترشوها من الفوق بالسكر كلاصي
كيبقى لكم الاختيار، هي تجي بحال هكايا، تجي زوينه وسهله كيف ما شفتوا. المقادير ديالها جد يعني بساط، ماشي كثار بزاف. وراه تتخرج البنات، انا قلت لكم خرجت لي 50 حبه بنص رابعه ديال الزبده. الا درتو رابعه راه غتخرج لكم 100 وحده. كنتمنى الحلوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم البنات. كيف ما غتشوفوا الشكل النهائي بعد ما كتكمليها كديرها في واحد الطبسيل، كتجي غزاله وسهله في الطريقه وحتى المقادير ديالها. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، الى فيديو لاحق.